السلام عليكم. في الفيديو هذا غادي نشوفوا اداه ديال نوشن، اداه اللي كتمكنك باش دير واحد المجموعه ديال المسائل باش كتلخص عليك، كتلخص مثلا الدروس، كتوفر لك الوقت والجهد. هذه خصوصا مثلا غادي نوريك كيفاش كتستعملها بالنسبه للطلبه اللي مثلا كيفاش يمكن الذكاء الاصطناعي عن طريق نوشن مثلا يساعدك في البريباراسيون ديال شي امتحان، ولا مثلا يساعدك على كيفاش تفهم الدروس، وكيفاش مثلا تختصر الوقت اذا كانت عندك مثلا شي مثلا دي بوليكوب ولا دروس طويله بزاف، كيفاش تقدر تستعمل الذكاء الاصطناعي باش يسهل عليك الفهم ديالها. اذا اول حاجه غادي تكونيكتا في نوشن بوان ايزو، من بعد غادي تكري واحد الحساب ديالهم. غنقدر هذه المراحل فهي بسيطه جدا. من بعد ملي كتكري الكونت تاعك في نوشن فهو على الشكل التالي. اذا اول حاجه غادي نجيو هو مثلا غنكري واحد الصفحه، غنكري واحد الصفحه في نوشن غادي نسميها مثلا، انا وجدت هنايا سكريبت باش ما نضيعش الوقت، نقدر نسميها مثلا درس الدوال والمعادلات. اذا انا عندي الصفحه ديالي هذه، غنفترضوا بان مثلا الدرس ديالك هو هذا. اذا حنا مثلا عندنا واحد الدرس في الدوال اللي كبير طويل علينا، مثلا خدينا واحد النقاط فيه وبغينا ناخذ هاد النقاط هادو باش نلخصوها. اذا اول حاجه غادي ناخذ مثلا الدرس ديالي، غادي نعتبر بانني ديجا هذا هو الدرس، غنشدو غادي نكوبي ديريكت، غادي نعتبر بان هذا هو المسائل اللي خاص مثلا نوشن اللي غادي نطلب منها من بعد باش تلخصها ليا، وباش دير ليا واحد الخطه كيفاش نقدر نراجع هذه المسائل. يعني واحد الاداه اللي فريمون مهمه بزاف. اذا الان هذا الدرس هذا كيفاش غادي نقدر نطلب من الذكاء الاصطناعي باش اول حاجه يدير لي التلخيص ديالو. اذا نقدر نجي لهنا نكليكي هنايا، اذا هنا غادي نقول ليه غنطلب منه باش يلخص لي هذا الدرس هذا. اذا انا ديجا وجدت البرومبت، غادي نكوبي كولي باش ما نضيعش الوقت. وهذا البرومبت تاعي. اذا هنا غادي نقول ليه اختصر هذا الدرس في نقاط اساسيه فقط مع الحفاظ على المعلومات المهمه، اريد ملخص قصير بالعربيه يمكن للطالب ان يذاكره قبل الامتحان مباشره. اضيف امثله بسيطه لكل نقطه رئيسيه. اذا هذا واحد البرومبت اللي هو سهل، اللي غادي يمكن ليا باش يلخص لي هذا الدرس هذا الطويل. اذا كيفاش كتلاحظوا هنا كيعطيك واحد التلخيص بالمسائل اللي قلت ليه، هو انه دار واحد الامثله بالنسبه لكل نقطه. اذا هنا كتلاحظ بان كاين تلخيص ديال الدرس، انا انواع الدوال، هنا خصائص مهمه للدوال، هنا راه عاود لخص هذه المسائل كامله وكيحطها لك هنايا. تقدر مثلا تطلب منه واحد المساله اخرى، هو انه يساعدك، يعطيك واحد البروغرام كيفاش يمكن لك تراجع هذه المسائل كامله. اذا انا ديجا دوزت درت البرومبت عاوتاني، كوبي كولي. اذا غادي نقول لكم البرومبت يكتب لي خطه مراجعه شامله لهذا الدرس مدتها 5 ايام، كل يوم يجب أن يكون فيه الوقت المقترح للمراجعة، الموضوعات المراد مراجعتها، تمارين عملية مقترحة، أكتب الكل بالعربي بطريقة منظمة وسهلة الفهم. إذا هنا غادي يعطيني واحد البروغرام باش نقدر نوجد الامتحان في 5 أيام ديال هذا الدرس هذا. إذا كي كتلاحظ هنا عطاك هو اليوم الخامس، اليوم الرابع، الثالث، الثاني، الأول. إذا هنا عطاك البروغرام كيفاش يمكن لك تنظم الوقت تاعك، وبالتالي تستعد الامتحان بهذه لي زيتاب ولا بهذه الخطوات العمليه.